عايزكم تتخيلوا معايا عيلة يهودية من أصول ألمانية قادرة تتحكم في جزء كبير من الاقتصاد العالمي وتتحكم بالكامل في الاقتصاد الأوروبي. ومش بس تتحكم في الاقتصاد، تتحكم في السياسات وفي الدول، بتختار الرؤساء والحكومات وحتى قادة الفاتيكان. أهلا بيكم في الزتونة، والنهاردة هنحكي قصة الإخوات اللي عملوا أكبر مخابرات اقتصادية في التاريخ وقدروا يسيطروا على اقتصاد العالم. النهاردة هنحكي قصة عائلة روثشيلد. القصة بدأت يوم 23 فبراير سنة 1744. اتولد ماير روثشايلد، الأب والمؤسس لعائلة روثشايلد اللي موجودة دلوقتي. ماير اتولد في حي فقير، وهو الحي اليهودي في مدينة فرانكفورت. ساعتها ما كانتش الدولة الألمانية موجودة بالشكل اللي احنا نعرفه النهارده، لكنها كانت جزء من الامبراطوريه الرومانيه المقدسه للامم الجرمانيه. ماير كانت حياته بسيطه، وكان البيزنس بتاعه قائم على مبادله العملات والاقراض بفوائد، حاله زي حال اغلب اليهود في الوقت دوت في فرانكفورت. لكنه كان مميز عن كل اليهود في المنطقه بسبب مهارته واستثماراته الذكيه، وده اللي خلى البيزنس بتاعه يكبر واحده واحده. وبداوا بعد فتره يطلعوا من الحي اليهودي في مدينه فرانكفورت، ويثبت نفسه هو وعيلته كواحد من اغنى الناس في الطبقه المتوسطه في مدينه فرانكفورت. عيلته اللي كانت مكونة من زوجة و10 أطفال، 5 ولاد و5 بنات. وافتكروا ال5 ولاد دول لأن دول اللي هيسيطروا على الاقتصاد العالمي بعد فترة قليلة. وبسبب ذكاء ماير وثروته اللي بقت بتتضاعف بسرعة، كان هو المستشار الاقتصادي والمالي لولي العهد. وبعدها بشوية البيزنس بتاع ماير كبر لحاجة أكبر بكتير من إقراض الناس، وهو إقراض الحكومات. إقراض الحكومات وقتها كان بيشتغل بشكل بسيط. مثلا الحكومة البريطانية عايزة تدخل حرب، فعايزة فلوس عشان الحرب، فبتاخد فلوس من ناس أغنياء زي ماير روثشايلد، وبتديله جزء من الفلوس دي كل سنة. يعني مثلا لو روثشايلد اداهم 10 جنيه، الحكومة كل سنة بتدي روثشايلد جنيه، وبعد ال10 سنين بترجع لهم ال10 جنيه تاني. فببساطة ماير كان بيقدر يضاعف فلوسه كل 10 سنين. وماير علم البيزنس ده لولاده ال5. ولو مش قادرين تفهموا البيزنس ده معناه ايه، معناه ان ماير وولاده كانوا واحد من الاشكال الاولية لصندوق النقد الدولي للبنك الدولي. وبعد فترة من شغل العيلة في مدينة فرانكفورت وتأسيس بنك روثشيلد، قرر الابن الثالث انه يفتح فرع البنك في بريطانيا، وبالفعل فتح الفرع الثاني لبنك روثشيلد في مدينة لندن. ساعتها نيثان اكتشف طريقة يقدروا يكبروا بيها ثروتهم بسرعة رهيبة، وهي ان يفتحوا فروع للبنك بتاعهم في اكبر المدن اقتصاديا في اوروبا، ويبدأوا يسيطروا على الحكومات بالاقتصاد، ويحققوا أكبر نسبة ربح في أقصر مدة ممكنة. الكلام عجب الأب ماير وأخوات نيث، فقرروا بعدها بأيام أن يبعتوا الأخ التاني جايكوب أو يعقوب لمدينة باريس في فرنسا لفتح الفرع الثالث لبنك روثشيلد، وعشان يكونوا حجر الأساس لإمبراطورية العائلة. وبعد أقل من سنة كان الأب ماير مات، ووصى ولاده ال5 إنه يكملوا خطة العيلة للسيطرة على الاقتصاد الأوروبي. فبدأ الأخ الأكبر أمشل يمسك الفرع الرئيسي في مدينة فرانكفورت بدل والده. بعدها بفترة أخوهم سليمان روثشيلد فتح فرع للبنك في مدينة فيينا، والأخ كالمان فتح فرع البنك في مدينة نابولي. وبكده ال5 إخوات بقوا مسيطرين بالبنوك بتاعتهم على اقتصاد أكبر 5 دول موجودين في أوروبا وقتها، وهم لندن، باريس، فرانكفورت، فيينا ونابولي. وبدأوا تكوين أكبر شبكة استخباراتية للاقتصاد في العالم وقتها. الإخوات كانوا عارفين إن قوتهم مش في الفلوس، قوتهم في المعلومات، فبدأوا يشوفوا طرق يتواصلوا بيها مع بعض في ال5 مدن اللي جغرافيا بعاد بطريقة سريعة. في الوقت ده كان عشان رسالة تتنقل ما بين فيينا ونابولي كانت بتاخد بالشهور، لكن الإخوات توصلوا لطريقة لاستخدام بعض الطيور وبعض الأفراد بأحصنة قوية لنقل المعلومات بينهم وبين بعض بسرعة جدا، عشان كانوا عارفين قيمة الوقت في السيطرة على اقتصاد أوروبا. الدقيقة بتفرق، وفي مدة زمنية قصيرة جدا بقى بنك روثشيلد أكبر وأقوى البنوك في أوروبا، وهو الممول الرئيسي لأغلب الإمارات والممالك والحكومات في أوروبا وقتها. ولو هنتكلم على مين أكتر واحد في الإخوة روثشيلد نفاذا وشراسة في السيطرة على الاقتصاد، فبالتأكيد هيبقى نيثان روثشيلد مؤسس البنك في بريطانيا. مثال على كده اللي حصل في حرب 1830. الحرب دي استنزفت فلوس كتير من الحكومة البريطانية، لدرجة ان الحكومة ما عادتش قادرة تدفع مرتبات الجنود. فبسرعة تدخل نيثان وعرض على الحكومة انه يدفع هو مرتبات الجنود، وطبعا كله بالدين وبفوائد كبيرة على الحكومة البريطانية. وفي بعض المصادر كان مكتوب ان نيثان كان شايل هو كل تكاليف الحرب من على
بريطانيا، وفي مرة تانية بسبب نفوذ نيثان واتصالاته اليومية بكل اخواته اللي كانت بتكون باللغة العبرية، واللي في وقتها كان قليلين جدا اللي بيعرفوا يقروها، كانت تعتبر مراسلات سرية. قدر نيثان يعرف خبر فوز بريطانيا على فرنسا قبل ما الخبر يوصل للحكومة البريطانية بيوم كامل. ولما نيثان عرف خبر فوز بريطانيا طلع إشاعة بسرعة جدا إن فرنسا هي اللي كسبت الحرب، وده خلى كل الناس وحتى مسؤولين الحكومة عايزين يبيعوا كل أملاكهم بأي فلوس ويهربوا بفلوسهم، فكل حاجة سعرها وقع في الأرض. فدخل نيثان واشترى كمية كبيرة من الممتلكات الحكومية والعامة والخاصة، وتاني يوم بعد ما الناس اكتشفت إن بريطانيا هي اللي كسبت في الحرب كان الموضوع انتهى خلاص، ونيثان اشترى كل أملاكهم. وبالطريقة دي نيثان بقى أغنى رجل في بريطانيا وأغنى رجل في أوروبا، وعائلة روثشيلد هي الأغنى في أوروبا بفرق كبير عن أي عائلة تانية. ومن وقتها وثروة عائلة روثشيلد عمالة تزيد بشكل سريع. مثال على كده اللي عمله الأخ سليمان في النمسا. في الوقت ده كانت بدأت الثورة الصناعية تجتاح أوروبا، واستغل سليمان الموضوع ده بسرعة إنه استثمر جزء كبير من الفلوس في خطوط السكة الحديد، واللي كانت وقتها هي اللي بتقود الثورة الصناعية. مثال تاني على زيادة فلوس العيلة بسرعة كان تبادل العملات والاستفادة من فرق السعر بين العملات في المدن المختلفة. احنا اتفقنا ان الاخوة كل واحد في بلده بيتواصلوا مع بعض بشكل شبه يومي بطريقة سرية باللغة العبرية، فلما كانوا يلاقوا ان في مدينة بيتصرف فيها سعر عملة اغلى من الطبيعي كانوا بسرعة بيحولوا فلوسهم للعملة دي في المدن بتاعتهم ويبعتوا الفلوس لاخوهم اللي في المدينة دي، واخوهم في المدينة دي سعر العملة فيها عالي فيقدر يحول العملة ويستفيدوا بفرق العملة ده بشكل كبير جدا. لو مش متخيلين الحركة دي بتدخل فلوس قد ايه، فلو فرق سعر العملة 10% بس، العيلة تقدر تزود راس مالها كله 10% في يوم، يعني تقدر تضاعف فلوسها في ايام بسيطة. والمشكلة ان كل ده كان بيحصل في السر، ما كانش حد عارف القيمة الحقيقية لثروة عائلة روثشيلد واللي لسه مش معروف لحد دلوقتي. ودي واحدة من سر قوتهم، ان محدش يعرف هم معاهم فلوس قد ايه وبيتحكموا في ايه بالظبط. الكلام الرسمي كان بيقول ان عائلة روثشيلد أغنى 10 مرات من تاني أغنى عائلة في أوروبا. الكلام ده من أكتر من 200 سنة، فأنتم متخيلين دلوقتي ثروة العيلة قد إيه؟ أنا بأكد على الكلام ده ليه؟ لأن الأرقام الرسمية إن ثروة عائلة روثشيلد تقدر بحوالي من 300 ل 500 مليار دولار، وده يعتبر رقم قليل جدا مقابل السياسات القذرة اللي كانوا بيستخدموها عشان يزودوا ثروتهم. أنا مقتنع بالأرقام الغير رسمية اللي بتقدر من 3 ل 5 تريليون دولار، عشان ببساطة عمر المتعامل في السوق السوداء ما هيقولك معاه قد ايه، خصوصا ان العيلة كان ليها استثمارات كتير مش معروف هي كانت بقد ايه والربح منها كان قد ايه. وهفاجئكم لما اقول لكم ان العيلة كانت استثمرت جزء كبير في قناة السويس اول ما بدأ الحفر فيها، وزي ما قلنا في الفيديو بتاع روكفيلر او اغنى رجل في التاريخ، العيلة استثمرت كتير في حفر وانتاج وتكرير لمئات ابار البترول في روسيا وفي آسيا، لدرجة إنها كانت بتبيع البترول بتاعها بسعر رخيص في أمريكا عشان تنافس روكفيلر. عائلة روثشيلد كان عندها سيستم متعصب شوية في الحفاظ على الثروة جوه العيلة. ببساطة ممنوع تتجوز من بره العيلة، يعني ال5 اخوات بيخلفوا ولاد وبنات، يتجوزوا من بعض وممنوع يتجوزوا من بره. البيزنس لازم يمسكوا حد من الولاد، يعني لو اخ من الاخوات ما خلفش غير بنات بكل بساطة اللي يمسك البيزنس بتاعه واحد من اخواته اللي في دولة تانية. ودلوقتي هنتكلم عن الوقوع الكبير اللي حصل لعائلة روثشيلد في القرن ال20. اول حاجة فرع العيلة اللي في نابولي، الاخ اللي كان في نابولي ما خلفش ولا ولاد ولا بنات، فلما مات كل البيزنس بتاع العيلة اللي في نابولي اتنقل لفرنسا، وحصل حاجة مشابهة لفرع العيلة اللي كان في فرانكفورت. الأخين اللي كانوا في فرانكفورت ساعتها خلفوا 11 بنت وولا ولد، ووصية العيلة إن محدش يمسك البيزنس غير الولاد، فسيلوا كل البيزنس بتاعهم اللي في ألمانيا وتوزع جزء منه على الإخوات اللي في الدول التانية وجزء تاني اتسرق. لكن واحدة من أكبر الوقعات اللي حصلت لعائلة روثشيلد كانت سنة 1938. التاريخ ده كان في عز الحرب العالمية التانية. لما هتلر دخل النمسا، أفراد العيلة اضطروا يبيعوا البنك بتاعهم اللي في النمسا بجزء صغير من قيمة البنك عشان يجمعوا أي فلوس سايلة ويهربوا من النمسا. لكن كانت قبض على رئيس فرع العيلة في النمسا وقتها، واللي كان اسمه لويس ناثانيال دي روثشيلد، وعشان يطلع من السجون النازية دفع أكبر فدية في التاريخ وقتها 21 مليون دولار أيامها، أو ما يعادل 400 مليون دولار
بفلوس النهارده. والمبلغ الكبير ده خلى العيلة تقريبا تعلن إفلاسها في فرع النمسا، واستولى هتلر ومساعدين نازيين على أغلب أملاك العيلة في النمسا. القصر كان فيه لوحات فنية وأنتيكات لا تقدر بثمن. وبعدها بحاجة بسيطة نفس الموضوع حصل لفرع العيلة في فرنسا برضه. لما هتلر دخل فرنسا واستولى عليها بالكامل، استولى على البيزنس بتاع العيلة اللي في فرنسا، ودخل القصور بتاعتهم وأخد لوحات فنية وأنتيكات تاني لا تقدر بثمن. بعض التقارير بتقول إن اللوح والأنتيكات اللي خدها هتلر من عائلة روثشيلد بس أكتر من 5000 قطعة فنية، ده طبعا غير استيلاءه على القصور والبزنس بتاعه. وبكده كان أنجح فرع للعيلة هو الفرع اللي في بريطانيا، ودي مش حاجة غريبة، كلنا عارفين بريطانيا كانت بتعمل ايه عشان تستولى على الثروات بتاعت الدول التانية، وبتحافظ وبتحمي أسياد البيزنس. ولحد قبل موت الملكة إليزابيث اللي حصل من مدة بسيطة، كان سير إيفلين روثشيلد هو المستشار المالي للملكة إليزابيث. ودلوقتي لو هنتكلم عن عائلة روثشيلد وانتمائها للماسونية، فللأسف كل الأدلة مش قادرة تثبت 100% إن عائلة روثشيلد بتنتمي لجماعات سرية، لكن ده ما يمنعش إن نفوذهم أقوى حتى من الجماعات السرية. مثال على كده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. ماكرون كان شغال في البنك بتاع عائلة روثشيلد لفترة طويلة، كان موظف كويس لكنه ما كانش أعظم حاجة، لكن في مدة قصيرة جدا اترقى بسرعة غريبة جوه البنك، ومسك سياسات مالية كبيرة، وبسرعة أكبر تم نقله إلى عالم السياسة بتمويل ضخم مش معروف مصدره بالكامل، وفي مدة أقصر بقى الرئيس الحالي لفرنسا. لو أنت شايف إن كل ده صدفة، اسمح لي أقولك فكر مرة تانية. لو عايز تقنعني إن العيلة اللي عملت مخابرات اقتصادية من أكتر من 250 سنة نفوذها في العالم دلوقتي مجرد بنك، تبقى غلطان. في شخصية أخيرة عايز أتكلم عليها في عائلة روثشيلد، وهو الأب الفرع العيلة حاليا في بريطانيا، اسمه جايكوب روثشيلد، واللي يشبه بشكل كبير مستر بيرنز رجل الأعمال في مسلسل ذا سيمبسونز، المسلسل اللي قدر كذا مرة يتنبأ بالمستقبل بشكل غريب زي في الأمثلة دي. جايكوب النهاردة يملك 38% من شركات روكفيلر. لو ما تعرفش مين روكفيلر، فالفيديو السابق لينا كان بيتكلم عنه بالتفصيل وازاي كان اغنى رجل في التاريخ. وجايكوب دلوقتي يملك 38% من شركاته، وده مجرد فرد من افراد عائلة روثشيلد اللي موجودين دلوقتي. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، وسيب في الكومنتات رأيك، ولو في توبيك حابب ان احنا نتكلم فيه سيبه في التعليقات تحت. اشوفكم الفيديو الجاي.